النهارده معلش انا غبت عليكم في الحلقات، بس النهارده هنتكلم عن حاجه بقى مهمه جدا بقت مؤثره في ظل الاوضاع اللي موجوده في المقاولات دلوقتي، او في ظل التضخم اللي حاصل في المقاولات. النهارده طبعا مع دخول مقاولين صغيرين وناس ما كناش نسمع عنها حتى في طبق اليوم. دلوقتي بقينا دلوقتي نشوف ان العقود اللي بيطلعها الملاك بقت عقود مجحفه جدا. يعني تبص تلاقيه حاطط لك شروط تعسفيه بطريقه غير طبيعيه. انت مالكش حق تاكل، مالكش حق تشرب، مالكش حق تصرف، مالكش حق واللي انا اقوله لك تعمله مش عارف. فطبعا نظرا لان كميه الشغل ما بقتش موجوده زي الاول، وفي هبوط شويه في مجال المقاولات ومجال الكونستراكشن، خصوصا بعد وقوف المشاريع القوميه بتاعه البلد، الحاجات اللي هي كانت عامله رواج رهيب في الماركت. فالنهارده بقينا نشوف الملاك بيحطوا شروط مجحفه جدا في موضوع العقود. فتبص تلاقي مثلا واحد، يعني طبعا عشان دي حاجه تخصني، عقد جاي لك يقول لك الاوفر هيد بتاع الفاريشن 15%. 15% ايه يا ابني انت؟ يا ابني 15% دي احط فيها ايه؟ ده احط فيها ضرايب ولا تامينات ولا مكسب ولا اوفر هيد؟ وبعدين بقى تبص تلاقي ايه؟ مطلع المشروع، مطلع بقيه المشروع كله فاريشن، غيره كله. يعني انت كده كلت الاندايركت بتاعي. طب احنا نعمل ايه طب عشان نحل القصه دي؟ اقول لك احنا نعمل ايه. طيب اول حاجه، هو حضرتك اصلا لازم يبقى عندك قسم عقود كويس جدا. نفترض ان انت شركه مش كبيره ما عندكش قسم عقود، روح يا سيدي الكونسلتنت قول له راجع لي العقد ده مراجعه تفصيليه. ايه التفاصيل المهمه اللي موجوده في العقد؟ اول حاجه لازم تبقى باينه قوي في العقد موضوع السكوب اوف ورك. انت اصلا ايه نطاق الاعمال؟ ما تسيبوش يحط لك نطاق اعمال مفتوح يلا اي حاجه وخلاص، لا، يحدد لك انت واخد عماره سكنيه، عدد الادوار كذا، التشطيب فيها كامله التشطيب ولا نص تشطيب. لازم كل الكلام ده يبقى مكتوب بالتفصيل. واخد طريق ايه اللي جوه، ايه اللي معاك وايه اللي مش معاك، ايه اللي جوه وايه اللي بره. فالفكره كلها ان انت ما تبقاش عامل سكوب اوف ورك مفتوح كده يلا اي حد يخش في اي حته. دي اول حاجه. تاني حاجة، في شوية اشتراطات كده غريبة بتبقى محطوطة. يعني النهاردة مثلا يقول لك في حالة تأخر المالك لا يحق للمقاول، مثلا يحق المقاول بطلب وقت ولا يحق له بطلب كوست. ليه؟ ليه ما تطلبش كوست؟ انت مش هتقعدني مثلا 6 شهور ما تطلعش مثلا لايسنس ولا حاجة وانا بتاع ده اهو، وانا ما خدتش عليهم فلوس؟ طب والناس اللي قاعده بقبضها مرتبات دي هجيب لها مرتبات منين؟ ده برضو كلام بلح. ما تقبلش باي شرط مجحف. انت لو قريتها انت كعادي، انت كصاحب شركه او كاونر او طبعا كمهندس عقود او حاجه زي كده، هتفهم ان الكلام اللي مكتوب ده مش مظبوط. وبعدين بتقول ايه؟ اصل ما فيش شغل وهو الملك. دي في بقى بيعه، تعبانه قوي، بيقول لك ايه؟ اصل دي فورمه الشركه. لا يا حبيبي، فورمه الشركه دي مش عليا. فورمه الشركه دي بتاعتك انت. انت عايز تقنعني ان كل المقاولين شغالين عندك شغالين بالشروط المجحفه دي؟ لا. في حاجه اسمها تفاوض. ما بقولكش طير الشغلانه، اقعد مع المالك اتفاهم معاه، قول له انت شايف ان لو حصل كذا كذا هيحصل كذا. خلي بالنا يا جماعه ان اليومين دول في تضخم رهيب، وفي تغير في الاسعار بشكل مش عادي، وفي تاخر في الاجراءات، وفي يعني في مشاكل كتير موجوده جوه مجال الانشاءات دلوقتي. فانت ما تبيعش نفسك للمالك البيعه دي وترجع تقول انا دخلت المشروع وخسرت. يعني والله لو انت دخلت عقد وخسرت، انت شركه كبيره لقيت العقود عندك دبستك في عقد، اعرف ان الناس اللي عندك دي على الله حكايتها، هات ناس غيرهم. عملت كليم والمالك بيقاوح فيه ومش عايز يديهولك عشان انت عندك شرط في العقد بيقول لك انك مالكش حق في اي حاجه. ما هي مش غلطتك، ما مش غلطته، دي غلطتك انت. فانت لازم تبقى قاري اولا شروط العقد كويس قوي قبل ما تمضي عليه. خلاص، تخلي بالك من موضوع نطاق الاعمال. اوفر هيد الفاريشن لازم يبقى محترم، لان هم دلوقتي بيطلعوا كل مشاريع يعني المشروع بيطلع عليه فاريشن قد ثمنه. فما تسيبش حكايه الاوفر هيد بتاع الفاريشن. تاني حاجه، موضوع الديسبيوتس بقى والخلافات، لازم تبقى محدد لما هنختلف هيحصل ايه. خلاص، لازم تبقى محدد ان هو ما يطلعكش فاريد وورك اكتر من 25% جوه العقد، لان دي مش مكتوبه. لو مش مكتوبه بتبقى مشكله، وممكن يطلع لك باكج على العقد فاريشن ما تعرفش تفتح بقك. خلاص، لازم تحفظ حقوقك. لازم تاكد على ان اي اكستنشن اوف تايم في برولونجيشن كوست هاخدها، هاخد فلوس البرولونجيشن كوست ده. برضو ما يبقاش مكتوب ان يحق ليك وقت ما يحقلكش فلوس. لا، الكلام ده تعاقديا مش مظبوط. لازم نعمل بريكوشن لكل الحاجات دي عشان بعد كده لما العقد يمشي والدنيا تمشي ما يبقاش فيه مشاكل، لان العقد ده قبول من الطرفين. انت كده كانك بتعمل عقد ازعام مع حكومه، يعني بتقول له اعمل فيا اللي انت عايزه وانا موافق. لا، انت مش يعني مش لازم تعمل كده، لان انت ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا محتاج شغل وعايز شغل. ماشي، طب تقعد من غير شغل ولا تخش شغلانه تخسرك اللي كسبته كله في حياتك؟ ما هو ده مش طبيعي. فعشان كده يا جماعه ما نقبلش بشروط مجحفه من الملاك. انت مش مضطر، ولو كل الناس ما قبلتش بالشروط دي هو غصب عنه هيبقى مجبر انه يغير الفورمه اللي هو بيضحك عليك ويقول لك اصل دي فورمه شركه.
إن شاء الله أشوفكم في حلقة تانية في موضوع جديد.